السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا طلاب تانية اعدادي؟ معاكم ميس ايه شهاب مدرسة اللغة الفرنسية. النهاردة بإذن الله هنشرح اول يونيتي في منهج بيانفينو، وانا بشتغل من كتاب برافو. موجود الكتاب ده في كل المكتبات. اهم حاجة بس تتابع الدروس اول باول، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، ولو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك ان شاء الله. ويلا بينا نبدأ اول يونت. اليونت الأول عندنا اسمه Invitation une famille. Invitation une famille. يعني ايه Invitation une famille؟ دعوة العائلة أو دعوة الأسرة. هنتعلم ايه بقى في اليونت ده؟ أول حاجة هنتعلمها inviter quelqu'un. inviter quelqu'un يعني ايه؟ ان انت تدعو شخص. ازاي تدعوه؟ لو انت عندك عيد ميلاد وعامل عيد ميلاد في بيتك وعايز تعزم صحابك تقول ايه؟ فده هنتعلمه ان شاء الله. تاني حاجة هنتعلمها répondre à une invitation. يعني ايه répondre؟ يعني الرد. لو انت بقى اللي معزوم وحد عزمك كده على عيد ميلاده، انت هترد عليه تقوله ايه؟ هتقبل ولا هترفض ولا هتشكره ولا هتعمل ايه بالظبط؟ تمام. تالت حاجة هنتعلمها ان شاء الله وهي utiliser les pronoms sujets. يعني ايه pronoms sujets؟ ضمائر الفاعل. بس احنا هنتعلم حاجات معينة. احنا اصلا خدنا كل الضمائر السنة اللي فاتت، بس احنا هنتعلم النو والان والإيل والآل والإيلا فيك اس والآلا فيك اس، وان شاء الله كل ده سهل لانك خدته قبل كده. طب رابع حاجة utiliser les adjectifs possessifs. يعني ايه؟ ازاي نستخدم الادجكتيف بوسيسيف؟ الادجكتيف بوسيسيف هي صفات الملكية. زي كده في الانجليش لما بقول عايزة اقول قلمي فبقول my pen، فانا في الفرنش هقول ايه؟ فده هنتعلمه ان شاء الله. طب اللي بعد كده خامس حاجة هنتعلمها ان شاء الله هي utiliser le futur proche. ازاي استخدم زمن المستقبل القريب؟ في سنة اولى طول السنة كنا بنستخدم في زمن واحد وهو البريزون. من السنة دي ان شاء الله هناخد بقى زمن جديد وهو الفيتور بروش، في المستقبل القريب. ده كده ان شاء الله اللي هنتعلمه في الانفيتاسيون، وحدة الانفيتاسيون ان فامي. وناخد بعد كده الكلمات بتاعة الوحدة. اول حاجة هناخدها وهي النون ماسكولا. لازم تكون عارف ان الكلمات دي مسؤوليتك انت. احنا هنقراهم كلهم مع بعض، بس انت لازم تقسمهم في كل فيديو هتسمعه. تقسم تاخد جدول واحد بس على الاقل ان انت تحفظه. طب تعالي نبدأ اول حاجة بالنوم ماسكولا، الاسماء المذكرة. اول كلمة معانا وهي كلمة عيد ميلاد، ان انيفرسير. لما تكون الكلمة كبيرة حاول تقسمها. انيفرسير، انيفرسير، انيفرسير عيد ميلاد. طب الكلمة اللي بعدها مدعو، يعني ايه؟ un invité، un invité. بالونة un ballon. تورتة un gâteau. هدية un cadeau. جهاز راديو un poste de radio، un poste de radio. باكت ورد un bouquet de fleurs، un bouquet de fleurs. زجاجة بارفان un flacon de parfum، un flacon de parfum. راديو كاسيت un راديو كاسيت، نفس الكلمة. شوكولاتة اسمها شوكولا، ان شوكولا. اسطوانة ان ديسك. عصفور ان وازو، ان وازو. وازو، مفيش حاجة اسمها ويزو، مفيش حاجة اسمها كده، ولا اسمها وازيو، لا اسمها وازو، وازو. ومن السنة اللي فاتت كنا بنقول ان لما تشوف حرف الاو والاي كده مع بعض اكيد هنطقهم موا دايما، زي كلمة موا كده اللي اخدناها في سنة اولى. موا يعني انا. نكمل. طرد أو لفة أو علبة un paquet، un paquet. كلب un chien، un chien. قط un chat، un chat. قبعة un chapeau. مظلة للوقاية من المطر un parapluie. برضو أقسمها parapluie، parapluie، parapluie أقسمها. حافظة نقود un portefeuille. برضو أقسمها portefeuille، واحنا بنقولها أصلا بالعربي بس بنقولها بورتوفيه، احنا بنحب نجود شوية. بورتوفيه اللي هي portefeuille، حافظة النقود portefeuille. نطقها معايا صح
portefeuille. بسكويت un biscuit، دي سهلة. مكان un lieu، un lieu. زواج un mariage، un mariage. نجاح un succès، un succès. تمام يا جماعة؟ دي كده النوم ماسكولين، الأسماء المذكرة. وانتوا طبعا عارفين من سنة أولى إن الأسماء المذكرة بتبدأ بأداة النكرة un، بأداة النكرة un. طب الأسماء المؤنثة بتبدأ بأداة النكرة une. ويلا بينا نقولهم مع بعض. دعوة une invitation، une invitation. بطاقة دعوة une carte d'invitation. مناسبة une occasion. حفلة une fête. مكان une place. أغنية une chanson. زهرة une fleur، une fleur. ركز هنا معايا كده، انت قلت كلمة une place يا ميس مكان، واحنا لسه قايلين فوق برضو كلمة اسمها مكان un lieu. يبقى الفرق ما بينهم ان دي اللي فوق مذكرة لكن اللي تحت مؤنثة، والاتنين معناهم مكان. نكمل. نجاح une réussite. ركز برضو، احنا قلنا نجاح دي فوق un succès وهنا une réussite. الفرق ان اللي فوق مذكرة لكن اللي تحت مؤنثة. une réussite. ساعة يد une montre، une montre. دراجة une bicyclette، زي بسكليت كده، بسكليت. شمعة une bougie. مشروب une boisson. منضدة قصيرة une table basse. الاس اس بتتنطق اس عادي، une table basse. نضارة شمس des lunettes de soleil، des lunettes de soleil. اخدنا السنة اللي فاتت كلمة لونات دي يعني نضارة، لما احط جنبها سولي، سولي دي يعني شمس، يبقى نضارة شمس. نشوف بعد كده الفيرب. اول فيرب معانا يحتفل، فيتي، فيتي. افعال الاو اغ لما بتنتهي بالاو اغ بتكون افعال مجموعة اولى. فيتي. يدعو انفيتي، انفيتي. يقبل او يوافق accepter. يرفض refuser. ينظم organiser. يجهز او يعد préparer. يبدأ commencer. يحضر، دي معناها يحضر assister à. يشتري acheter. يعطي donner. يأكل manger. يبين أو يوضح montrer. يعود أو يرجع rentrer. يهنئ féliciter. ينسى oublier. يسمع écouter. يحضر apporter. يحضر apporter. شايف بقى هنا دي يحضر لكن دي يحضر. يحضر apporter، يحضر assister à. يحكي raconter أو raconter. يقدم offrir. يأتي venir. يفقد perdre. يكتب écrire. يستقبل recevoir. نشوف آخر جدول وهي جدول الصفات والظروف وحروف الجر. رائع superbe أو super، وسوبر هي أكتر واحدة بنستخدمها. super، superbe، super. سعيد content. متعب fatigué. مشغول occupé. جميل joli. جالس assis. جيد bon. هو ايه الحاجات اللي ما بين قوسين من ساعة ما قلنا هنا من أول content؟ الاو. الناس اللي كانت شاطرة في سنة أولى هيقول يا مس دي الاو اللي احنا بنأنس بيها بالظبط. يعني أنا لو عايز أقول بدل سعيدة أقول سعيدة هقولها content وأحط او في الآخر. لو عايز أقول بدل متعب متعبة فتبقى fatigué بس أحط لها او في الآخر. ونفس الكلام في مشغول، عايزة أخليها مشغولة تبقى occupé أحط لها او. جولي نفس الكلام، assis نفس الكلام، وبون بس هنا بزود ان كمان بخليها دبل ان. بعد كده جميل بو أو بل، بس دي المذكرة، دي جميل. جميلة بل في دي هروح حطلها ال او. سعيد heureux، heureux. بعيد loin، loin. بسرعة vite، مثل comme. متى أو عندما quand. بكل سرور avec plaisir. في الميعاد à l'heure. عندي في المنزل لما يقولك chez moi يبقى في بيتي. chez moi يعني عندي في بيتي. يتسوق faire des achats، faire des achats. يلتقط صور faire de photos.
يطفئ الشموع. souffler le bougie. souffler le bougie. كده نكون خلصنا الكلمات. آخر بس ملحوظة، كاتب لنا ايه تحت؟ quand دي أداة استفهام على فكرة معناها متى، بس بيقولك ساعات في الجملة الخبرية بتيجي بمعنى عندما، ما احنا سألنا فوق. quand معناها متى أو عندما، وبتيجي كمان كلمة استفهام بمعنى متى. عارفين كلمة when في الإنجليش؟ when معناها متى، أداة استفهام، ولكن ساعات بتيجي في الجملة الخبرية بمعنى عندما، بتيجي في النص الكلام كده. فنفس الكلام عندنا في الفرنش. وبكده نكون خلصنا كلمات. نخش بقى على وثيقة كتاب المدرسة. document du livre scolaire. وثيقة كتاب المدرسة اهي. تعالي كده نتعرف على الأشخاص. أول حاجة عندنا الست اللي هي شعرها أبيض دي وقاعدة، دي لا جراند مير، الجدة. الراجل أبو بدلة بيضة ولابس نضارة، ده لو بير، الأب. والست اللي قاعدة جنبه دي هي لا مير. والراجل اللي واقف وملمومة عليه الأولاد هو ده اللونكل، اللونكل العم. تعالوا بقى نشوف كده الصورة فيها ايه. عيال كتير ملمومين حوالين عمهم، ناس قاعدة، وفي كده ترابيزة ومحطوط عليها راديو كاسيت، وكمان في ترابيزة أكل ورا، هي ترابيزة السفرة اللي ورا دي، تمام، عليها أكل، تحس إن هم في حفلة. تعالوا نشوف بقى الأسئلة الموجودة على الصورة. أول سؤال، ces personnes sont dans. هؤلاء الأشخاص يكونوا فين؟ في الميزون ولا الريستوران ولا الإن إيكول؟ أكيد يعني ده في البيت، كل ده في البيت، تمام. رقم 2، ces personnes، هؤلاء الأشخاص مانج دي جاتو، بياكلوا جاتو، ولا écoute de la musique، بيسمعوا موسيقى، ولا boivent du thé، بيشربوا شاي؟ لا، هم ما بياكلوش ولا ماسكين في ايدهم حاجة بيشربوا حاجة، لا هم بيسمعوا موسيقى. عرفت منين؟ عشان في راديو كاسيت محطوط على الترابيزة، فباين قوي ان هم قاعدين بيسمعوا. رقم 3، les enfants ouvrent le cadeau، بياخدوا الكادو، لسه واخدين كادو فوق، معناها هدية. les enfants ouvrent les cadeaux، بياخدوا الهدية من مين؟ بياخدوا الهدية من الانكل عمهم. طب نشوف آخر سؤال، sur la table basse، على الترابيزة الصغيرة دي يوجد une كاميرا ولا un راديو كاسيت ولا دي بواسون؟ لا، مفيش ولا كاميرا ولا في دي بواسون، مفيش مشروبات على الترابيزة الصغيرة. هو قصده على الصغيرة مش على الكبيرة، لا هو موجود على الصغيرة un راديو كاسيت. دي كده الوثيقة بتاعت كتاب المدرسة. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. لو وصلت أو وصلتي لحد هنا فانتوا بجد ممتازين، وربنا يوفقكم جميعا يا رب. اشوفكم في فيديو جديد. au revoir.